السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عايزين فراخ مقرمشة أحلى مليون مرة من كنتاكي بدون دم. أيوة، فراخ مقرمشة بدون دم. هنشوف دلوقتي السر الخطير اللي احنا هنعمله. ما بعملهاش إلا بالطريقة المميزة زي ما انتم شايفين كده يا بنات. اللحمة ما شاء الله بيضة، ما فيهاش ولا نقطة دم، مستوية مليون في المية بجد، بطريقة ولا أسهل من كده ومضمونة إن شاء الله. شايفين ما شاء الله اللحمة مستوية قد كده، تمام، مستوية مظبوطة جدا. اللون القرمشه كله في منتهى الروعه ومظبوط جدا. تنسوش اللايك والاشتراك وتعالوا نشوفوا الطريقه بتاعتنا. انا عندي هنا فرختين، يعني من كيلو ونص لغايه 2 الا ربع ينفع الوزن دوت. وقطعتهم بقى، عايزه تقطعيهم 12 قطعه او 8 قطع او حتى 4 قطع، يعني القطعيه اللي انت عايزاها. بس كل ما تصغري القطعيه عشان تبقى في السوا هيبقى افضل طبعا. عندي ميه مغليه مش كتير زي ما انتم شايفين كده، هنزل فيها الفراخ بتاعتي. اهم حاجه بقى التتبيله يا بنات اللي هنحطها في الشوربه. انا عندي الملح وفلفل مهم جدا جدا، اللي هو الزنجبيل والكركم والبهارات الفراخ، ده هتكتري منهم يعني كل حاجه معلقه صغيره. البهارات الفراخ والكركم هتبقى يعني معلقه ونص صغيرين، وهنسيبهم تلت ساعه فقط يا بنات. تلت ساعه، لا تزودي ولا تقللي. كده هتضمني انك انت فعلا خدتي فراخ هتبقى حوالي 80% كده كمان مستويه، وكمان يعني وهتطلع ماسكه نفسها. شايفين الفراخ ماسكه نفسها مش مهريه خالص. تمام، هسيبها لما تبرد وتعالوا بقى نشوف الكفر. انا عندي هنا 3 كوب دقيق وكوب نشا، عشان انا هعمل فرختين. لو انت هتعملي اقل يبقى ايه نص الكميه ديت. تمام، يبقى هنا 3 دقيق وكوب نشا يا بنات. باكد لكم هنا كوب نشا اهي، انا كاتباها على الشاشه. هنحط هي نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الشوربه هنحطها في الكفر. اللي عندي، انا عندي الملح والفلفل وعندي الكركم، وممكن نزود هنا رشه قرفه او بابريكا لو انت عايزه. هنقلب بقى اللي هي البهارات بتاعتنا ديت طبعا، ومش هننسى اللي هي البيكنج باودر، مهمه جدا. البيكنج باودر والنشا اللي بيعملوا على هشاشه اللي هي بتاعه اللي هي الكفر بتاعنا، وبيدوا له طعم اللي هو المقرمش ده. هقلب بقى كده الكفر بتاعي كده كلهم. طبعا كان في شويه بيكنج باودر صغيرين فانا قلت احطهم بالمره، يعني يبقى اذا خدت حوالي معلقه صغيره بيكنج باودر مع البهارات. قلبت كويس جدا كده، وبعد كده هقسمه بالنص اللي هو خليط الدقيق اللي عندي ده. في جزء بقى يعني قسمته بالنص، في نص كده انا هبدأ احط عليه ميه. هفضل اقلب اقلب اقلب، وهشوف القوام زي هيبقى عامل زي البان كيك كده او اتخن، يعني حاجات بسيطه. هنشوف القوام دلوقتي مع بعض. افضل بقى كده قلبي كويس. شايفين القوام ده؟ علشان يبقى لازم يكون تقيل شويه عشان يمسك في الفراخ بتاعتنا. اهم حاجه الفراخ بس تكون بردت يا بنات بعد ما تطلع من الشوربه. هنبدأ بقى نقلب كده الدبابيس فيها، وهنبدأ نحطها في النص التاني اللي هو الناشف، اللي هو بتاع الدقيق والنشا. هنقلبهم برضو كويس كده. هنعمل كذا واحد، كذا قطعة كده يعني. وبعد كده هنبدأ نقلبهم في الدقيق. يعني ايه، هنقلبهم مرتين ثلاثة كده، وهنفضهم كده من الدقيق مرتين ثلاثة في الدقيق، وننفضهم بالشكل ده. شايفين بقى التعريجة؟ تعريجة ممتازة. بصوا، ولا كنتاكي في زمانه. ايه رأيكم؟ في منتهى الجمال. دلوقتي هتاخدي فراخ هتبقى مستوية من غير ولا نقطة دم. انت مطمئنية انك انت بتقدمي فراخ مستوية 100%. لا هنقعنا بقى 24 ساعة، ولا حتى هنعمل برضو في زيت كتير. هنشوف دلوقتي خطوة خطوة بجد، طريقة ممتازة. هي دي الطريقة الوحيدة بصراحة اللي أنا معتمدها للفراخ المقرمشة. تمام، حتى لو انا اعطيها يعني حتى يومين في الثلاجه او في التتبيله ابدا برضو بيفضل فيها دم يا بنات. لكن الطريقه دي ممتازه جدا. الزيت عندنا مش غزير يا بنات. شايفين يعني يا دوبك مش مغطي حتى اللي هو الدبوس بتاعنا. وهنسيبه كده على النار. كل شويه هنقلب، كل شويه هنقلب طبعا على نار متوسطه. اهم حاجه الزيت يكون سخن جدا في الاول زي ما انتم شايفين، ونهدي عليه النار شويه، وبعد النار متوسطه يعني، وبعد كده نبدا نقلبه عشان يدينا القرمشه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. مش هياخد يا بنات يعني دقيقتين ثلاثه، وهنلاقيها اللي ما شاء الله خدت اللون. طبعا هنا اللون يعني مش واضح، لكن انا هوريه لكم دلوقتي. بصراحه لون وطعم، بصوا هو يعني اجمل مليون مره من كلتاك يا بنات. بجد حاجه نظيفه، وانت عاملاها في بيتك اعملي الكميه اللي انت عايزاها. كل حاجه اقتصاديه. فاحنا هنستخدم كميه زيت صغيرين، وبرده خدنا نفس طعم الوصفه الفظيعه الجميله زي ما انتم شايفين. شايفين اللون الرائع الجميل ده؟ طبعا انت ممكن تطلعي كمان لو في المصفى هيكون احسن يعني. لو تطلعي كمان الفراخ كده وهي في المصفى، ما تحطيش مناديل عشان الكفر بتاعها هيطرى من المناديل لو انت طلعتيها وهي سخنه على المناديل. خلصي بقى كميتك كده. شايفين الجمال؟ الطعم والريحه. لو انتوا معايا هنا هتشموا بقى الريحه فظيعه. يلا بقى ايه، كل سنه وانتوا طيبين. اعملوها بقى كذا مره كده في رمضان كده للعزومات، بجد في حاجه فظيعه.
وصفة ممتازة، الكل هيسألك عليها بطريقة سهلة وبسيطة. أهم حاجة إن هي مستوية كويس، يعني ما تعبتكيش قوي إنك لازم تنقعي بقى وتحطي حاجاتك في التلاجة لمدة يوم كامل علشان الدم يروح، وانت بتيجي تقلي لازم تخليها في القلي ممكن 15 دقيقة، وفي الآخر ممكن بتطلع برضو فيها دم. بس جربي الطريقة ديت والله إن شاء الله هتلاقيها زي ما انت مش شايفة كده، يعني كله قدامك بجد روعة، يعني سوى وقرمشة وطعم وريحة، كله 100% بجد رائع. وصفة ممتازة جدا مظبوطة 100%. يا رب فعلا الفيديو نور رضاكم وبتنفذوه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في قناتي، والسلام عليكم.